انا كنت شخص بيكره حياته بالمعنى الحرفي. دايما كنت بسأل نفسي انا ليه اتولدت هنا، انا ليه بتعامل مع الناس دي، انا ليه موجود في المنطقة دي، انا ليه ما اتعلمتش التعليم الجامد اللي انا كان نفسي فيه، وحاجات من دي كتيرة قوي. بس تعالى اقول لك بقى إيه اللي حصل لي بعد فترة من ما كنت بفكر كده، والموضوع كان بيمشي معايا ازاي. اولا الموضوع ابتدى يتدهور معايا وراح لحتة بعيدة قوي، من ناحية ان انا كنت متشائم على اي حاجة بشوفها. تعال اقول لك ان من اكتر الحاجات مثلا اللي بتبسط اي حد ان هي بتحصل له ان عيد ميلاده يجي. وقت عيد ميلاده بتبقى فرحان ان انت عيد ميلادك جه والناس هيحتفلوا بيك وتحتفل بعيد ميلادك وتحتفل بان انت كبرت سنة وهكذا. انا عايز اقول لك ان ده كان من اسوأ ايام حياتي ومن اكتر الحاجات اللي بتعدي عليا صعبة. ودايما كنت بشوف اللي هو يا ريت تخلص، يا ريت تنجز واليوم يعدي بسرعة واليوم ينتهي. كان بتوصل معايا في حاجات ان مثلا تعالى اقول لك ان حصل لي حاجة كويسة، ولكن مع الحاجة الكويسة دي حصل شيء صعب ان هي توصل. مثلا تعالى تخيل ان في هدية جاية لي مثلا، ولكن انا مضطر انزل علشان استلمها، فمش حلوة كده، كده مش حلوة عشان انا نزلت جبتها. عايزك تتخيل كده حجم التشاؤم اللي كنت فيه ونظرتي لكل حاجة في حياتي كانت بتتغير ازاي. وعايز اقولك ان من اكتر الحاجات اللي كانت بتأثر عليا هي ان انا كنت بفكر دايما في بلد تانية. اللي هو انا ليه ما اتولدتش في بلد تانية، انا ليه ما اتولدتش في حتة تانية، انا عايز اسافر باي طريقة دلوقتي حالا. ولكن كان الموضوع صعب جدا وده كان بيخليني مكتئب، مش راضي عن الحاجة اللي أنا فيها، مش راضي عن أي حاجة حلوة بتحصل لي. وفي نفس الوقت شايف حتى لو الحاجة الحلوة دي حصلت لي شايف إن هي قليلة، شايف إن هي مش حلوة، شايف إن في حاجة تانية ممكن تحصل أفضل. مع إن تقريبا لو حصلت نفس الحاجة في بلد تانية مثلا، أو في بلد أنا كنت عايزها، منطقة كنت عايزها وهكذا، تعليم مش عارف إيه، كنت برضه هبص نفس النظرة بس في حاجة أعلى. يعني أنا مثلا لو رحت أوروبا وتعالى نتخيل مثلا إن أنا قاعد في فرنسا، هقول هو أنا ليه ما أروحش ألمانيا؟ لو أنا رحت ألمانيا وأنا ليه ما رحتش سويسرا، ليه ما عشتش في سويسرا؟ ولو رحت سويسرا تعالى بقى يعني نتخيل إن أنا هروح ولاية حلوة في أمريكا، فهو أنا ليه ما أروحش أمريكا؟ فدايما كان بيبقى عندي حتة اللي هو عدم قبول الذات، عدم قبول الآخرين، عدم قبول أي حاجة حلوة ممكن تحصل لي في حياتي. أنا مش راضي عن أي حاجة بتحصل لي في حياتي. حتى كان في حاجات بتبقى كتيرة قوي كويسة، كتيرة قوي بتحصل لي كويسة، ولكن برضو كنت ببقى شايف إن الحاجة دي مش حلوة. أنا بقى عايز أتكلم عن الكونسبت ده وإزاي عديت منه، وإن الموضوع فعلا كان صعب إزاي، وإزاي أنت كمان تعدي منه. أولا خليك عارف ان لو انت بتبص على الحاجة اللي في حياتك بشكل سلبي هتفضل، حتى لو الحاجة اللي في حياتك دي كويسة هتفضل دايما تشوفها صعبة، دايما هتشوفها وحشة، دايما هتشوفها كئيبة. وهتبص برضو على الحاجة الأعلى، وتيجي مثلا انت عايز تجيب ايفون فتجيب الايفون 15، فهتشوف ايه ده، لا ده كاميرات ال 16 احلى، تعال نجيب 16. ايه ده، لا ده كاميرات ال 17 احلى، تعال نجيب 17. ومش هتفضل راضي عن حاجة اللي في ايدك مهما كان. فالموضوع مش موضوع، وده اللي اكتشفته بعد فترة، وده اللي اكتشفته بصعوبة وجاي نقولها لك دلوقتي، ان الموضوع مش موضوع الحاجة اللي في ايدك، الموضوع مش موضوع الفلوس اللي معاك، الموضوع مش موضوع البلد او الحتة اللي انت عايش فيها، الموضوع مش موضوع الناس، الموضوع هو نظرتك انت. نظرتك انت للحاجة هي اللي بتحدد هتبقى كويسة ولا لا. حاجات كتيرة قوي ممكن تكون بتفكر فيها، زي مثلا جراب تليفون ممكن يكون ده ب100 جنيه مثلا، وتشوف ان هو حلو جدا مع ان هو قيمته مش عالية خالص، ولكن انت بتبص ان هو حلو جدا. تعال بص على عيلتك اوقات معينة مثلا لما يعملوا معاك حاجة حلوة انت بتحبها، فتلاقي ان العيلة دي جميلة جدا، بس بعد فترة برضو تلاقي اللي هو لا لا يعني كان ممكن يعملوا حاجة افضل من كده. فالموضوع مش موضوع خالص الحاجة اللي بيعملوها لك او الحاجة اللي بتشتريها او المنطقة اللي انت عايش فيها، الموضوع موضوع نظرتك انت. وعايز اقولك ان كل ما نظرتك انت بتختلف للامور كل ما الحاجة دايما هتبقى افضل. ودي الحاجة اللي انا مريت بيها وكانت صعبة جدا بالنسبة لي. فابتديت ابص على الحاجة واحاول. كان في ناس بتقول لي يعني اللي هو انت حتى لو بقيت في حاجة افضل هتفضل بتبص على نفس الحاجة بنفس الطريقة. وقعدت احاول وافكر في الموضوع ده بالطريقة دي، ولكن اكتشفت فعلا ان الناس دي صح، واكتشفت فعلا ان انا كنت غلط، وان فعلا مش كل ما هوصل لحاجة هبقى فرحان الا لو انا عايز
اشوف الحاجة دي حلوة. عمرك ما هتوصل لو جبت لامبورجيني، لو جبت BMW، لو جبت مرسيدس، مش هتشوف الحاجة دي حلوة الا لو انت عايز تشوفها حلوة. عارف المثال بتاع الشخص اللي بيبقى راكب عجلة ويشوف حد راكب موتوسيكل فيقول نفسي ابقى معايا موتوسيكل، والشخص اللي راكب موتوسيكل ويبص على الشخص اللي راكب عربية يقول نفسي يبقى معايا عربية، والعربية يبقى معاه عربية أكبر نفسي معايا العربية دي، والعربية الأكبر يبقى معاه يخت ويقول نفسي يبقى معايا اليخت ده، واليخت يقول نفسي يبقى معايا طيارة، وهكذا. ليه؟ الناس دي كلها معاها حاجات فعلا حلوة، والحاجات دي هي بتقضي غرضهم، والحاجات دي فعلا هي بتساعدهم وبتخليهم يعملوا اللي هم عايزينه، ولكن هم اختاروا ان هم يبصوا على حاجة الأعلى منها علشان يبصوا عليها بنظرة تشاؤمية ويقولوا ان دي مش حاجة حلوة وانا نفسي يبقى معايا الأكتر. وعايز اقولك ان طول ما انت مش متقبل الحاجة اللي في حياتك، صدقني عدم تقبلك للذات هيزيد، ولما عدم تقبلك للذات بيزيد مش هتحقق حاجة في حياتك، لان دايما هتبقى شايف نفسك هتبقى شايف نفسك اقل من الناس اللي انت معاهم، او اقل من الناس اللي انت بتتابعهم على السوشيال ميديا، او اقل من الناس اللي انت بتشوفهم، حتى ان كانوا جيرانك، او حتى ان كانوا صحابك، او حتى ان كانوا اي حد تعرفه معرفة سطحية ونفسك تبقى زيه. هتفضل بتبص على نفسك نظرة قليلة، وطول ما انت بتبص على نفسك نظرة قليلة مش هتوصل لأي حاجة من الحاجات دي. السر هنا هو ان انت بتبص على الحاجة وتحاول تفكر فيها بشكل ايجابي، ان انت تبص عليها وتقول ان فعلا الحاجة دي حلوة، وتبص على المنطقة اللي انت عايش فيها وتقول ان انا افضل من الناس كتيرة قوي، تبص على البلد اللي انت عايش فيها وتقول على الأقل أنا مش موجود في حتة صعبة أو فيها حرب أو فيها ناس مش عارفين يعيشوا وياكلوا وهكذا. تبص على الفلوس اللي معاك وتقول في ناس مش قادرة تكون في بيت ويكون البيت ده متغطي بسقف. تعالى تخيل كده اهو ان في فعلا ناس مش مقتدرة ان هي تمسك تليفون وتتفرج عليا زي ما انت بتتفرج عليا دلوقتي، معهاش التليفون اللي انت بتتفرج عليا منه دلوقتي، ما عندهاش نت، ما عندهاش سوشيال ميديا، ما تعرفش يعني ايه ده اصلا. دي حاجة من الاسرار والحاجات اللي خلتني فعلا ان انا عامة بشكل او باخر اتقدم في حاجات معينة في حياتي، ان انا ابص عليها بشكل كويس، ولما ابص عليها بشكل كويس اسعى للافضل، ولكن ما ابصش عليها بنظرة تشاؤمية، لان انا لو بصيت بنظرة تشاؤمية حياتي كلها هتتقلب جحيم، ولما حياتي كلها هتتقلب جحيم انا مش هحب حياتي. وده ممكن بقى يعمل حاجات كتيرة قوي، يعني حاجات كتيرة قوي زي ان انت ما تحبش حياتك فتقرر ان انت تنتحر، او تقرر ان انت تسيب البلد اللي انت فيها فتكتشف ان الوضع بيسوء اكتر فتحب ان انت ترجع البلد تاني فتضيع وقت وتعمل حاجات كتيرة بقى وتقول يا ريتني كنت كملت. حاجات كتيرة قوي يعني. احلم، حب الحلم، حب الحاجة اللي انت بتتطور فيها، ولكن بص على الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي في الوقت الحالي، ما تبصش على الوقت الحاضر، ما تبصش على الوقت الماضي، ما تبصش تقول انا كنت وحش زمان، ما تبصش تقول انا مش هقدر اعمل بعدين. بص دلوقتي على الوقت الحاضر ده واحمد ربنا على كل حاجة في حياتك. بص على الحاجات اللي عندك وشوف فعلا ان هي حلوة، لان انت لما تحب ان انت تشوفها حلوة صدقني هتشوفها حلوة، حتى لو الحاجات دي مش كبيرة، حتى لو الحاجات دي مش جامدة جدا، حتى لو الحاجات دي عادية. صدقني لما تحب ان انت تشوفها حلوة فكر بالكونسبت ده. شوف اي حاجة دلوقتي عندك في الأوضة وبص عليها وفكر كده كام واحد مش عنده الحاجة دي وكام واحد ما يقدرش يجيب الحاجة دي. صدقني انت ساعتها بقى هتفتكر وهتعرف قيمة الحاجة اللي عندك، وهتعرف قيمة حياتك، وهتحب حياتك، هتحب الاشياء اللي موجودة بتستخدمها يوميا، هتحب الحاجات اللي انت بتملكها، هتحب الناس اللي موجودة في حياتك، هتحب المنطقة وهتحب البلد وهتحب كل الحاجات دي. لكن ده يمنع ان انت تطور من نفسك وتسعى للتطوير؟ لا طبعا. بس الكونسبت هنا ان انت تحب حياتك علشان لما توصل للحاجة اللي انت عايزها تحبها برضه، ما تسعاش لحاجة افضل وتقعد طول عمرك بتسعى ورا حاجات ممكن تتحقق وممكن ما تتحققش، ولما تتحقق هتسعى لحاجات تانية برضه وهتقول مش هتبسط غير لما الحاجة دي تحصل. وطول ما انت بتفكر بنفس الطريقة كده عمرك ما هتتبسط، لان عمرك هيفوت وكل حاجة هتخلص وانت لسه ما اتبسطتش. اسأل نفسك كده انا هتبسط امتى، وده اللي هيكون بيحركك من دلوقتي وبيخليك تحب الحاجات اللي انت بتعملها يوميا وبتستخدمها يوميا. بس كده. مش محتاج اقول لك اعمل لايك او اعمل سبسكرايب، دي حاجة ترجع لك. لو عجبك الفيديو تقدر تعمل الحاجات دي، ده بيدعم بشكل او باخر. وبس دي كانت نهاية الفيديو. سلام.